مساء الخير. معنا هذا المساء لو فرضنا فنانة تميزت بالصدق والشفافية والوضوح بحياتها اليومية وبحياتها التمثيلية أيضا، منذ النصيحة إلى غاية هومي هون، مرورا بسلسلة مرايا والكواسر والفصول الأربعة وأسرار المدينة وبقع الضوء وغيرها من الأعمال الدرامية السورية الناجحة. حرصت ضيفتنا على أن تنوع بالشخصيات التي تقدمها على شاشة التلفزيون، إرضاء لتطلعاتها الفنية أولا ولطلبات جمهورها ثانيا. ابتعدت عن الصداقة الفنية ورفضت الشلالية، ولكنها رغم ذلك بقيت صديقة الكل وتوجت وجها من أبرز الوجوه بالساحة الدرامية السورية الحديثة. خلينا نستقبل مع بعض بهذه الحلقة من لو فرضنا الفنانة الممثلة النجمة السورية مها المصري. مها المصري، اهلا وسهلا فيكي، نورتي برنامج لو فرضنا على شاشه المستقبل. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير، اهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقدمه الحلوه. انت بتستاهليها اكثر منها بكثير بكثير. ست مها، بكل اللقاءات اللي قريناها لك حسيناكي انه على طول بتشددي على اهميه انه تنوعي بالادوار اللي بتقدميها، حتى ممكن ما يمل الجمهور وحتى انت كمان ما تملي. بنحس انه انت بتحبي على طول تبحثي عن شخصيات مختلفه. هل بتلاقي تجاوب من جهات المنتجه بهذا الموضوع، ولا بتحسيهم انه عم يحصروكي بذات الشخصيه؟ لا، يعني انا بقول الحمد لله اني انا ما انحطيت بقالب معين. يعني انا فتره اشتغلت كوميديا، بس كمان ابتعدت فترة بطلت أعمل كوميديا لأنه اتجهت للأعمال الاجتماعية مثل الفصول الأربعة. يعني كنت أنه بعد مرايا ضليت فترة بسلسلة مرايا، يعني سنين تقريبا من ال 88 لل 2000 وانا اعمل كل سنه مرايا. بتحسي انه سلسله مرايا هي اللي كانت ورا نجاحك ونجوميتك؟ هلا اكيد انه هي عملت لي شيء بالوطن العربي، انا ما بنكر، ومن الاعمال اللي انا بحبها وبحس اني انا قدمت شيء من خلالها. يمكن هي في اوكي طابع كوميدي، بس كوميديا هادفه، ما هي كوميديا انه لمجرد ان انت تضحك. يعني ممكن في ابتسامه، ممكن في حزن حتى مع الابتسامه على موقف معين. معقول ترجعي لمرايا؟ هلا انا عملت بقعة ضوء كمان يعني بصب بنفس موضوع مرايا، سلسلة فيها كوميديا وفيها يعني انت بلوحة ممكن عم تختصر عمل كامل. صحيح. وعم تقدم شيء، وعطاني فرصة اني اقدم شخصيات متنوعة. يعني انا بالحلقة احيانا بكون في لوحتين بس شخصية ما لها علاقة بالثانية، فعمل لي شيء. مؤخرا خلال شهر رمضان المبارك تابعناكي بعمل يعد هو العمل الاول لمخرجه باسم يقور، هومي هون. كيف رضاكي عن هالعمل الجديد اللي قدمتيه انت وشقيقتك سلمى وشكرا مرتجى؟ هلا هو كان فرصه حلوه. اولا كان اول عمل لكاتبتين وشابات وحابين يعملوا شيء، اللي هي لبنى مسلح ولبنى حداد. وانا الي تجربه مع والدتها للبنى حداد السيده سلمى كركتلي ببنات اكريكوز. نعم. ففرصة انك تعمل، بتحس انه في دم جديد، في يعني مخرج اول عمل له باسم، هو باسم ممثل وزميلنا، فكان اول عمل بالنسبة له كاخراج. مجازفة نوعا ما، يعني حلو، تجربة حلوة. يعني عشتوها بكل ما تتضمن بصعوبتها، لانه هو الديكور الواحد صعب. انك انت لمدة 5 شهور متواجد يوميا يوميا يوميا. وبكل الحلقات، يعني ما فيك تغيب من الصبح للمساء، احيانا في ملل. فهي صعوبة الديكور الواحد مثل بنات أكريكوز. يعني مها المصري، لو فرضنا أنه شاركتي بعمل بيخرجوا زوجك السابق عدنان إبراهيم وبيدير إضاءته أو بيدير تصويره زوجك السابق أيضا حازم بياعة، وبتلعب فيه دور بنتك ديما بياعة، وبتلعب فيه دور شقيقتك سلمى عائلية يعني المصري، والموسيقى تبع العمل بتكون لجدك عمر نقشبندي. شو معقول نسميه هالعمل؟ شو معقول يكون عمل عائلي؟ عائلتي وانا؟ كتاب حياتي مثلا؟ ممكن، يا عائلتي وانا.
يا عائلة، العائلة موجودة معك اليوم بهالحلقة من لو فرضنا. مثل العادة بنطلب من الضيف انه يرافقوه شخصين بيعرفوه كثير منيح وبيعرفهم كثير منيح. انت اخترتي انه ديما بنتك اللي هي الممثلة اللي بنتابعها كمان بعدة أعمال درامية تكون معك إلى جانب ست نجوى الكردي. خلينا نرحب فيهم مباشرة. أهلا وسهلا ديما بياع ونجوى الكردي، حضرتكم موجودات معنا بالاستوديو الثاني الخاص بلو فرضنا. رح تساعدونا كثير بحلقتنا اليوم مع ست مها المصري. ديما بدي أعرف منك مباشرة شو بتخبرينا عن الأم مها المصري. اول شغله سؤال كثير صعب لانه قد ما حكيت بيكون قليل. هو انا اذا طلبت منك بكلمتين بس. يعني ماما هي الرفيقه والام بكل معنى الكلمه، يعني الام المثاليه. اوكي. الى جانبك موجوده رفيقه الدرب، صديقه العمر، ست نجوى الكردي. انت حضرتك بتعرفيها من 20 سنه تقريبا، ما بدنا نكبركم اثنيناتكم ولكن هالصداقه صار لها 20 سنه. شو بتخبرينا عن الصديقه الانسانه مها المصري غير اللي بنعرفه عن الشاشه؟ يعني مها إنسانة كتير ناعمة. نعم. وأم كتير مثالية وديمقراطية كمان. وهي بحياتها العادية أول شيء هي متدينة من قلبها، وهي شغلة بجوز ما تبين بالكاميرا. نعم. وهذا شيء كتير حلو وبيحدد لها كتير مسارها كيف بدها تمشي. نعم. وهذا الشيء تارك وضوح كثير عندها بالرؤية. هي نعم. بتعرف تماما كيف بدها تمشي، بتعرف شو بدها وين بدها توصل. شكرا لكم. رح نرجع لكم خلال الحلقه. بكل مره ضيفتنا رح تواجه خيارات، بدها تنقي واحد منهم لنشوف اذا انتم فعلا بتعرفوها كثير منيح وبتعرفوا شو بدها تعمل وكيف بدها تتصرف بهالمواقف. هلا انا بس بدي اقول شغله، اني انا اخترت ديما لانه لا مو لانه بنتي، لا فعلا جد، لانه ديما صديقتي. اولا انا تزوجت صغيره كثير. صحيح. واول ما تزوجت جبت ديما. ففجأة لقيت بنت يعني صبية جنبي، يعني أنا وياها رفقات فعلا. يعني إذا أي شيء بضايقني ممكن نقوله لديما، وقت تبعد عني بحس يعني لما ديما تزوجت ما بتتخيل. يعني طلعت من البيت أنا فترة فعلا كل يوم أبكي أحكي معها، هي تبكي ببيتها وأنا أبكي بالبيت. ما تحملت إنها أنت ما لقيتي يعني هذا الموضوع عند الوالدة؟ ما كنت كثير بتبوحي بأسرارك؟ هلا أكيد الوقت يعني الزمن تغير نعم. يعني ماما إنسانة بسيطة الله يرحمها، طيوبة. يعني مو في شغلات يمكن ما كنت أقدر أكون صريحة فيها، بس هلا يعني أنا ربيت ديما وريمي اللي هي أصغر من ديما عم تدرس ببريطانيا. نحن كثير رفقات وكثير أصدقاء وصريحين مع بعض. يعني ديما اي شيء بصير معنا بفضل تقولوا الي احسن ما تقولوا لاي حدا ثاني. نعم. اكيد حافهمها انا اكثر. راح ننطلق مباشرة ست مها المصري بالقصة اللي راح تعيشيها معنا. بدنا اياك تحافظي على مبادئك وارائك ووجهة نظرك بكل الامور يلي راح تصادفيها بهالقصة، لكن تنسي كمان مين انت ونجوميتك وكل شيء، ونشوف كيف رح نعيش مع بعض هالقصة الافتراضية. لو فرضنا انه من هلا لاخر الحلقة انت صبية عمرك 27 سنة، من سنتين بس تخرجتي من الجامعة، بعد قصة حب دامت 5 سنين تزوجتي من بسام زميلك من ايام الدراسة، صار لكم 6 اشهر مزوجين. زواجكم صار رغم معارضة الاهل، اهلك واهله. من جهة أهلك ما كانوا أبدا مقتنعين أنه رح تقدروا تفتحوا بيت، خاصة أنكم بعدكم مخرجين من الجامعة وأنه معاشاتكم بالكاد عم بكفوكم لاحتياجاتكم البسيطة والصغيرة. ولما حكيتي مع أهلك بهالموضوع قالوا لك لا أنت تسرعتي كثير، استني لك شوي، درسي الموضوع كثير منيح لأنه هذا موضوع مصيري. طبعا أنت شوي ما عبرتي آراء أهلك واعتبرتي أنه هذه نظرة تقليدية لموضوع الزواج، وحسيت أنه الحب يلي بيجمعك أنت وبسام قادر أنه يحطم كل العقبات اللي معقول تواجهكم. من جهة ثانية من جهة أهله هو لبسام كان في معارضة كمان، ولكن السبب كان غير. أم بسام ما كانت موافقة عليكي، كان بدها تزوجه من بنت خاله المغترب والثري. بالنهاية رغم كل هالمشاكل تزوجتوا، حطيتوهم قدام الأمر